اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه ناريه نبداها بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداها بعد اذنك بلايك وسبسكرايب وشير لكل الناس اللي انت بتحبها. عزيزي المشاهد، حلقه النهارده ناريه، وانتظروا حلقات تانيه ناريه بعد اذنك. نوصل بهذه الحلقه 100 لايك 100 لايك بعد اذنك 100 لايك بس عزيزي المشاهد، ونبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، امبارح تم الاعلان عن قرعه الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا، وتم الاعلان عن اول امبارح ولا مش فاكر كان امتى الاعلان عن الدوري المصري. عزيزي المشاهد، يوم 21/8 القادم الزمالك سيواجه، ده يعني اول ماتش طبعا انا هكلمك عن الزمالك، ماتش الزمالك اللي جاي والاهلي وبيراميدز. الزمالك يوم 21 سيواجه مين؟ سيواجه الاتحاد السكندري. كلام جميل كلام جميل، ولكن هنا يبقى السؤال الازلي. يبقى السؤال النهارده يوم كام يا جماعه؟ كام في الشهر؟ النهارده 6/8، يعني فاضل كام؟ 15 يوم بالتمام والكمال على بدايه الدوري بالنسبه لنادي الزمالك. وهنا بقى السؤال بقى، الزمالك ولا جاب صفقه ولا لعب ماتش ودي ولا عمل تحضيرات للموسم، وثلاث لعيبه حتى الان ما جوش لميران او للتمرين يعني بتاع النادي، اللي هم مين؟ عبد الله السعيد، شيكوبانزا، وطبعا خوان بيزير. عبد الله السعيد في مصر بالمناسبه، يعني عبد الله السعيد في مصر، وشيكوبانزا نزل يا باشا امبارح صوره يعني فاهم انت، مع ابنه الصغير، اللي هو يعني انا منفض لكم، يعني حاجه في منتهى العبث انا بصراحه يعني. ولكن يا اخي يعني على الاقل خلاص ثلاث لعيبه ما جوش يا عم، خلاص يولعوا. جميل جميل. هل يقول ده من اهم اللعيبه يا عم؟ يا عم استنى بقى، اسمعني بقى. العب ماتش ودي قدام فريق يا اخي، البط الياباني، البط الكيني، اي حاجه يعني، اعمل منظر حلو كده. احنا بنلعب ماتش ودي بس، تخيل يعني حاجه بسيطه جدا. وده حتى يا راجل ده الكلام ده لسان حال جمهور الزمالك، انا بقول لك اللي هو انا ما بجيبش كلام من دماغي. طيب شيلك بقى من موضوع الزمالك وننطلق الى يوم 22/8 المباراه التي تجمع بيراميدز امام غزل المحله. ويوم 23 يعني بعد ما الاهلي يكون لاعب برشلونه، وانا شايف ان يعني الاهلي ضغط نفسه او الموضوع فيه ضغط شويه، انت هتلعب يوم 19 قدام برشلونه ولسه هترجع من اسبانيا للقاهره، ويوم 23 هتخش على ماتش بقى، واول ماتش في الدوري لا يمكن ولا جمهور الاهلي هيسمح على تعثر سواء كان تعادل او خساره، عشان بس نبقى واضحين. ماتش الاهلي هيكون قدام مين؟ هيكون قدام الشرقيه انبي، بعد ما تم الدمج ما بين الفرقتين فخلاص هو بقى الشرقيه انبي، مبقاش انبي خلاص. طيب الكلام ده يوم 23، يبقى الزمالك 21، بيراميدز 22 قدام غزل المحله، والاهلي 23 قدام الشرقيه انبي. طيب انا كده كلمتك عن الدوري المصري، تعال اقول لك الزمالك وبيراميدز وزد والاهلي هيواجه مين في دور 32 من الكونفدراليه. الزمالك في الدور التمهيدي هيقابل فريق شرطه جيبوتي. فريق ايه؟ شرطه جيبوتي عزيزي المشاهد والمتابع الكريم. طيب بيراميدز بقى يقابل مين يا باشا؟ بيراميدز هيقابل فريق اسمه، معلش عشان هو الموضوع صعب فعلا، اسمه جورمهايا الكيني. فريق ايه؟ جورمهايا الكيني. ده ليس اغرب اسم عزيزي المشاهد، بل ان كده الزمالك شرطة جيبوتي وبيراميدز جورمهايا الكيني. طيب الاهلي هيقابل مين؟ الاهلي هيقابل الفائز بين مقدشيو الصومالي وكيطارا الاوغندي. مش عارف ايه اللي طيب انا مش عارف دي فرق اصلا ولا دي ايه دي، والله العظيم. ماشي. طيب زد بقى هيقابل مين؟ زد هيقابل فريق اسمه ايه بقى؟ اساس جيبوتي. عزيزي المشاهد، زد هيقابل مين؟ هيقابل اساس جيبوتي. طيب انت كده عرفت الاربع مواجهات للفرق المتواجده في الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا، الفرق المصريه المتواجده في الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا. تعال اقول لك بقى مجموعه الاهلي في كاس الرابطه المصريه والزمالك وبيراميدز. في المجموعه الاولى عزيزي المشاهد والمتابع الكريم مع مين؟ معاه وادي دجله وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري مره اخرى.
وفي المجموعة الثانية يتواجد بيراميدز وسموحة والبنك الأهلي ومودرن سبورت والقناة. أما بقى في المجموعة الثالثة وعزيزي المشاهد، النادي الأهلي يتواجد في مجموعة فيها الشرقية إنبي والجونة والمقاولين العرب وبترول أسيوط. يعني الحقيقة أنا ما أقدرش، بص أنا يعني لو قلت لي مثلا مين أصعب ما بينهم أنا ما أقدرش أحدد لك مثلا مين أصعب، بس هو يعني ليه؟ لأنه في الأندية اللي هي بترول أسيوط القناة الكلام ده أنا ما شفتوش، ما أقدرش أقول لك هل ده صعب ولا سهل. ولكن عزيزي المشاهد كلها مجموعات عزيزي المشاهد. انا بالنسبه لي الاسهل بعيدا عن الحاجات الانديه اللي انا ما اعرفهاش بتقول الاسود والكلام ده كله، الاهلي. الاهلي في مجموعه جميله جدا. انت عندك الشرقيه انبي اللي هو انبي يعتبر اكيد كل لعيبه انبي هتلعب يعني. واتمنى تكون عملت لايك وسبسكرايب. انا مش عارف يا جماعه مستني ايه يا ابني؟ تعمل يا ابني لايك وسبسكرايب يا ابني، حول ولا قوه الا بالله.